حبايبنا متابعينا مشتركينا، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بصحة وسعادة وسلام. تحياتنا لكل حبايبنا مشتركينا قناة الحمام الزاجل علم وفن ونمبر 1. تحياتنا للجميع، تحياتنا لكل اخواتنا في المملكة العربية السعودية وفي العراق وفي الامارات وفي الكويت والبحرين والوطن العربي كله، واخواتنا اللي في مصر، محافظاتنا، اهالينا في كل مكان، كل سنة وانتم طيبين. طبعا في معلومة مهمة حابب ان انا اوضحها لحبايبنا، ونصيحة مهمة لكل غاوي حمام ولكل مربي طيور فاتح عليها في الايام دي. انت عندك حمام وبتطيره في الايام ديت، نصيحتي ليك كأخ، وخدها مني نصيحة لان انا شفت بعيني والله. يعني اسمع معايا الفيديو للاخر، صدقني هيعجبك ان شاء الله، ولو ما عجبكش برضو اكتب لنا في الكومنتات، بس دي حقيقة وحصلت وانا شفتها بعيني. اللي هي ايه يا عم محمد؟ احنا كلنا في الحر دوت طبعا اغلبتنا بنطير حمام، يعني اغلبتنا بنطير حمام. كل غوات الحمام سواء حمام زاجل او حمام بلدي او حمام هجين او اي نوع حمام انت بتربيه، في بعض الغواء وانا واحد منهم بنفتح على الحمام بتاعنا بيطير. تمام؟ فالايام اللي احنا فيها دهيت فترة الرز وبداية زراعة الرز، طبعا بدأ بقاله بالظبط دلوقتي يجي 15 يوم او 20 يوم الرز اتزرع دلوقتي. تمام؟ طبعا الرز ده بتحط له مبيدات وكيماويات ورش وحاجات من ديت. فطبعا الطيور دهيت اللي انت بتفتح لها، الجو حر طبيعي، يعني النهارده الجو حر اهوت واحنا طبعا في الصيف، بتفتح على الحمام بتاعك، الحمام بتاعك بيسرح الغيطان، بيسرح في منطقة جنب منك زراعية، في الكلام ده كله. فطبعا الحمام بتاعك بيعطش، بينزل يشرب من قلب المية دي. فطبعا ممكن يكون انت عندك زغاليل او مفيش عندك زغاليل. الطير ده لو مرجعش تعرف ان هو فيه سبب من الاسباب ان هو ما خلاهوش يرجع، اللي هو ممكن رقم واحد يكون شرب من المية اللي مرشوشة ديت للرز والكيماويات والمبيدات والسموم اللي بتتحط للأرض الزراعية. الطير الحمام بيطلع طبعا يشرب عطشان، فممكن ما يرجعش. فلو ما رجعش تعرف ان هو شرب مية او اكل رز مرشوش او اي حاجة. حب الرز دوت لما بترش في قلب الارض بيبقى منه على الجسور، يعني لما الفلاح بيجي يبذر بيبقى فيه بعض الرز بيبقى على الجسر بتاع الارض. فطبعا الطيور بتنزل تاكل على الجسر وبتشرب من قلب المية. طبعا المية فيها سم والجسور برضو مرشوش عليها مبيدات وسموم، ففي الحالة ديت الطير بتاعك مش هيرجع. فنصيحتي ليك ورسالتي في هذا اليوم الجميل، وكل سنة وانتم طيبين للمرة التانية والتالتة، نصيحتي ليك ان انت تقفل على الحمام بتاعك في الفترة ديت لحد ما الرز يجمد شوية. وفي نفس الوقت حاول لو فتحت على الحمام افتح عليه في وقت متأخر، ممكن زي الوقت كده قبل المغرب بساعة او بساعتين. افتح على الحمام بتاعك، مش هيلحق يسرح ولا حاجة، ويكون الحمام بتاعك واكل وشارب عندك. افتح عليه وانت مطمن، غير كده صدقني الحمام بتاعك مش هيرجع وتقول الحمام بتاعك بيضيع. ويا ريت رسالتي تكون وصلت لحبايبنا ومشتركينا. كل سنة وانتم طيبين. عملنا الفيديو ده واحنا قاعدين تحت دلوقتي، طبعا الجو حر، ما رضيتش اطلع اعمل الفيديو ده فوق، فطبعا ربنا يكون في عون الحمام اللي فوق دوت. اطلع بقى دلوقتي نقوم نخلص الفيديو بتاعنا ونطلع نحط للحمام ميه ونشوف عاوز اكل ولا لا، لان طبعا الجو حر. كل سنه وانتم طيبين.